أهلا بك في قناتنا أنعش عقلك. فتاة في الصف الثالث ثانوي تساعد حبيبها على قتل أمها وأخيها. حدثت هذه القصة بالفعل في المرج في جمهورية مصر العربية. نشأت علاقة بين الشاب عمره 23 سنة وفتاة عمرها 17 عاما. يعمل هذا الشاب خياطا والفتاة تدرس في الصف الثالث ثانوي. تعرف هذا الشاب على الفتاة وظل يهاتفها كل يوم، مما أدى إلى علاقة حب قوية بينهما. يقول هذا الشاب أن العلاقة بدأت تتطور، فلقد كان يقابلها وتخرج معه ويتبادلون عبارات الحب، إلى أن وصل الأمر أن يذهب إلى منزلها في غياب أهلها. استمروا على هذه الحال لفترة طويلة، وبعد ذلك تقدم الشاب ليخطب الفتاة من أهلها، إلا أن أهلها رفضوه تماما بسبب أن الشاب سيء السمعة. وفي أحد الأيام اتفق الشاب مع الفتاة على أن يهربوا سويا، وبالفعل هربت الفتاة مع الشاب وذهب بها إلى شقته. وبعد بحث وعناء طويل من أهلها اكتشفوا أنها هربت مع ذلك الشاب، فقاموا بالاتصال بأهله وأخبروهم بما حدث. فاتصلوا بالشاب وأخبروه أن أهل الفتاة وافقوا أن يتزوج ابنتهم، ولكن بشرط أن يعيدها إلى أهلها أولا. وبالفعل عادت الفتاة إلى أهلها ورفضوا تزويجها مرة أخرى من هذا الشاب. فاتفق هذا الشاب مع الفتاة على أن يتخلصوا من أهلها، فاشترى لها حبوبا منومة لتقوم بوضعها في الشاي حتى ينام أهلها ويأتي ليقتلهم. وفي النهاية اتفقت الفتاة مع الشاب على أن تلقي له المفتاح من المنزل فيدخل ويقتل أهلها. وبالفعل ألقت له المفتاح ليلة الحادث، وذهب هذا الشاب إلى منزلها، فلم يكن هناك إلا أخاها الصغير البالغ من العمر 13 عاما وأختها الصغرى. فقام هذا الشاب بقتل الطفل بعدة طعنات، وانتظر إلى أن تأتي الأم، وكان مختبئا خلف الباب. وعندما دخلت الأم سدد إليها طعنة، فإذ بالأم ترجع للخلف لتطلب الاستغاثة، فكانت ابنتها خلفها فدفعتها للأمام وألقت بها على الأرض وكتمت صوتها. فانهال عليها الشاب بعدة طعنات حتى فارقت الأم الحياة. وكان هناك مبلغ من المال في دولاب المنزل، فذهبت الفتاة وأحضرت المال وأحضرت أختها الصغرى معها وهربت مع هذا الشاب. وجاء الأب فشاهد زوجته وابنه مقتولين مضجرين بدمائهما، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة، والتي قامت بدورها بالبحث عن الجاني. وبعد البحث والتحريات تم القبض على الفتاة وعشيقها، واعترفوا بارتكاب الجريمة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة أنعش عقلك.